مع تطور حياة الإنسان قديما وبداية تكوين المجتمعات والتواصل، لقى الإنسان نفسه غير قادر على التفاهم مع الآخرين، فلجأ إلى اللغة عشان يتفاهم ويتعايش بيها مع المجتمعات المختلفة، وعلشان يحافظ على تاريخ مجتمعه وتوريثه للأجيال القادمة، وعشان يبقى فيه لغة اتصال وتواصل مفهومة يتم من خلالها تبادل الرسائل بين الشعوب في المعاملات الرسمية. لجأ لاختراع الكتابة، وده حصل لأول مرة في بلاد الرافدين حوالي 5000 سنة قبل الميلاد، وده بسبب التوسع في الزراعة وبداية ظهور المدن والمجتمعات الحضرية وانتشار عملية التجارة واستخدام العربة والسفن الشراعية، فكانت الكتابة تعتبر أداة اتصال وتفاهم بين الشعوب المختلفة. الحقيقة إن مع بداية ظهور الكتابة ظهر أنواع كتير منها كانت بتختلف باختلاف المكان اللي ظهرت فيه، وعلى سبيل المثال في الكتابة المسمارية، وهي نوع من الكتابة كان بيتم نقشها على ألواح الطين والحجر والمعادن والشمع وغيرها، والكتابة دي كانت منتشرة بين الشعوب القديمة في جنوب غرب آسيا. وأول المخطوطات اللي تم اكتشافها بالكتابة المسمارية تعود لسنة 3000 قبل الميلاد، والمخطوطات دي ظهرت في جنوب بلاد الرافدين، وكان بيستخدمها السومريين للتعبير بها عن اللغة السومرية، واللي كانت بتتشابه مع اللغة الأكادية اللي كان بيتكلم بيها البابليين والآشوريين. الكتابة المسمارية كان بيتم استخدام الأنماط المنحوتة بالمسامير، وهي أول كتابة تم اكتشافها، وهي لا تشبه أي كتابة معروفة في الوقت الحالي. بحلول سنة 2400 قبل الميلاد تم اعتماد الخط المسماري لكتابة اللغة الآشورية والبابلية. هم بيعتبروا لغات سامية زي اللغتين العربية والعبرية على سبيل المثال، واستمر استخدام الخط المسماري في كتابة لغات البلاد المجاورة لبلاد ما بين النهرين زي لغة الحيثيين في سوريا والأناضول واللغة الفارسية القديمة، واللي فضلت تستخدم لغاية القرن الأول الميلادي. والجدير بالذكر إن حوالي 130 ألف لوح طيني بالكتابة المسمارية من سوريا موجودين في المتحف البريطاني، واللي يرجعوا للحضارات القديمة ومملكة ماري السورية اللي فيها تم اكتشاف أكبر مكتبة في التاريخ القديم وبلاد الرافدين. وفي نوع تاني من الكتابة وهي الكتابة الهيروغليفية، واللي ظهرت حوالي سنة 3400 قبل الميلاد في مصر القديمة، وكلمة هيروغليفية معناها نقش مقدس عند لغة الإغريق. وفي الكتابة دي تم استخدام صور ورموز للتعبير عن أصوات أولية، وأخدت الهيروغليفية رموزها من الصور الشائعة في البيئة زي الطيور والحيوانات وأجزاء الجسم والأدوات الشهيرة المستخدمة في الفترة دي وغيرها. في عصر الفراعنة كانت بتستخدم الهيروغليفية لنقش وزخرفة النصوص الدينية وتاريخ وأحداث المعارك اللي خاضوها طوال فترة حكمهم، وده كان بيتم على جدران المعابد وأسطح التماثيل والألواح الحجرية. شهدت الكتابة الهيروغليفية تطور كبير، واللي حاولوا تبسيط رموزها وأصبحت قريبة من الكتابة بالحروف الأبجدية. واستمرت الهيروغليفية ككتابة متداولة حتى القرن الرابع الميلادي، وظهر كمان الهيراتيقية واللي كانت مشتقة من الهيروغليفية بس كانت مبسطة ومختصرة، ودي كان بيتم استخدامها في الخطابات والوثائق الإدارية، وكان بيتم كتابتها بالحبر على ورق البردي. واستمرت الكتابة الهيراتيقية في مصر القديمة حتى القرن السابع قبل الميلاد، واللي بعدها تم استبدالها بالكتابة الديموطيقية. وفي نوع ثالث من الكتابة وهي كتابة شعوب الإنكا والأزتك. كان لشعوب الإنكا بالمكسيك نظام كتابة مختلف شوية يطلق عليه كويبو، وهو عبارة عن سلسلة من الخيوط مختلفة الألوان كان بيتم تعليقها على فترات بحبل معلق طويل، ومن خلال المسافة والعقد بين الخيوط استطاع شعب الإنكا تسجيل أسماء السكان ومعلومات من الأساطير والإنجازات. أما بالنسبة لشعوب الأزتك بأمريكا الوسطى كان عندهم نظام كتابة بيكتوغرافية، واللي كان بيتم كتابتها عن طريق رسم أو نقش الصور عشان تعبر عن الحروف، أو صور صغيرة عشان ترمز للأشياء ومقاطع الأصوات، وده كان بيفيدهم في تدوين التاريخ وإثبات ملكية أراضيهم وحفظ الأنساب. وفي نوع رابع من الكتابة وهي الكتابة المروية. تم التعرف على اللغة المروية من عدة كتابات أثرية تم اكتشافها في وادي النيل ما بين أسوان والنوبة، وعدد حروف اللغة المروية 23 حرف، وهي بتجمع ما بين الهيروغليفية والديموطيقية. وبالرغم من كل ده لسه محدش عارف يفك رموزها لغاية دلوقتي. ومن المعروف أن اللغة المروية كانت لغة للمخاطبة فقط، أما الهيروغليفية هي اللغة المستخدمة في المراسلات وكتابات الملوك، عشان كده كانت الهيروغليفية معروفة في جميع مناطق وادي النيل. في الحقيقة إن المصريين القدماء والإغريق والرومان كانوا بيقوموا بكتابة الكتب والوثائق بخط اليد بالحبر والريشة، وكان بيتم كتابته على الورق البرد أو على الاستراكة، وهي عبارة عن صخرة من الفخار كان بيتم الكتابة عليها عند قدماء المصريين والإغريق، واللي اتوجد عليها أسماء المنفيين من أثينا، وكان بيفضلوها عن الورق البرد لأنه كان غالي الثمن. واستمر الأسلوب ده في الكتابة لغاية ما جاءوا العرب،
واللي كانوا بيكتبوا مخطوطاتهم على جلد الحيوانات والعظام. وفي روما كان بيتم كتابة المخطوطات والوثائق بواسطة العبيد المتعلمين. في القرن الثاني الميلادي كان الصينيين يخترعوا طريقة لطباعة الكتب، وده كان يعتبر تطور في الطباعة، واللي تم بعدها صناعة الورق. وأخيرا ظهرت الطباعة، واللي كانت عبارة عن اكتشاف عظيم يمثل للإنسان رحلة توثيق وتخزين المعارف، واللي انتقل بالكتابة لمرحلة متقدمة جدا وجعلها تتحرك بسرعة كبيرة عشان تصل لكل مكان. وأصبح الكتاب والمعرفة أمور شائعة بإمكان أي إنسان أن يتلقاها، بعد ما كانت الكتابة مقتصرة على طبقة معينة من الناس. وبس كده. يا ريت لو حد عنده مواضيع حابب إن أتكلم عنها في الفيديو الجاي يسيبها في الكومنتات.